السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله لأول مرة هتشوفوها على قناة اليوتيوب. تابعوا بس معايا الفيديو للآخر وما تنسونيش بلايك واشتراك للقناة. ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وندخل بقى ايه على الفيديو على طول. بصوا بقى، الأكلة دي جدتي ربنا يديها الصحة يعني هي اللي كانت بتعملها. ممكن تستغربوها شوية بس هي في الاخر طعمها حلو جدا. انا كنت مترددة اعملها معاكم ولا لأ، بس هي اكلة يعني. بصوا تابعوا معايا الفيديو ان شاء الله تعجبكم. هنعمل اكلة كده شعبية او اقتصادية، حاجة كده ايه بعيد عن الفراخ واللحمة والحاجات ايه. خلاص زهقنا بقى تغيير. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا 4 بطاطسات، انا غسلتهم كويس وايه وحطيتهم في الحله كده يتسلقوا. ومعايا اللبانه دي انا حاطه فيها بنجرايه واحده بس كبيره، حطاها تتسلق. دي انا حطاها من بدري قبل ما افتح معاكم الفيديو علشان بتاخد ايه وقت على النار في السليق. تمام. وبتنجان كوبي زي ما انتوا شايفين او رومي حشويه عشان نعمل سلطه بابا غنوج. تعالوا كده بقى نعمل طبق فول حكاية. زي ما انتوا شايفين حطيت شوية من الزيت، وبعد كده حطيت بقى توم، قطعت توم حلق، وقطعت بقى فلفل حار على فلفل رومي عادي. تمام. لو مش حابة تعمليه حار استغني عنه بس بيبقى حلو. وبعدين بقى نزلت برضو بايه، كان عندي فلفل الوان احمر بس الايه اللي هو البلدي ده. تمام. قمت مقطعه يعني واحد كده صغير يديله ايه، يعني يدي شكله في نفس الوقت ايه قيمة غذائية. هشوح بقى الفلفل ده مع الثوم مع الزيت كده ايه ياخده لغاية لما يدبل. انا مش عايزة احمر الثوم، انا عايزة اشوحه بس. تمام. هنا بقى بشوف البتنجان وبشوف البنجر لسه ايه، لسه فاضله شوية. بعد لما الثوم بقى ياخد ايه بيبقى لونه اصفر كده، هقوم جايبه بقى 3 طماطمات وايه مقطعاهم بقى ايه مكعبات كده صغيره، ونازله بيهم على الثوم بالفلفل. بس اول لما الثوم ياخد يطلع ريحته كده وفي نفس الوقت ايه يصفر، انا مش عايزاه يغمق. فاهميني؟ امبارح انا طلعت لايف معاكم، كان نفسي ابقى معاكم وتبقوا موجودين، بس ان شاء الله تتعوض مرة تانية. كان نفسي نقعد نتكلم وتعرفوني اكتر، تتعوض بقى ان شاء الله مرة تانية. بجد شكرا لكل حد دخل فيديو اللايف بعد لما خلص. وكمان كان انا مضطرة كنت اقفله لان كان في دوشة. العمارة اللي فيها دي على الشارع. تمام. فكان في دوشة فيها، فكمان اللايف كان صوته مش مظبوط لما انا سمعت اللايف بعد كده، فلقيت في دوشة حواليه. تمام. المره الجايه بقى نظبطها اكتر، انا كان اول مره اعمل لايف على القناه. المره الجايه ان شاء الله نظبطها اكتر وتبقوا موجودين ومنورين ان شاء الله. هنا بقى زي ما انتوا شايفين نزلت بالطماطم كده مكعبات زي ما قلت لكم على التوم، هسيبها بس تتشوح كويس قوي او تدبل يعني. تمام. اخدت بقى البتنجان خلاص هي شويتها خلاص، هاخدها بقى اقشرها ونشوف بقى هنعمل ايه. هنا بقى هحط التوابل على الثوم بالفلفل بالطماطم. هحط بقى ملح وفلفل اسود واحط شويه بابريكا واحط شويه كمون. تمام. علشان نعمل ده بقى طبق فول تحفه. جربوه بقى الفول ده هيعجبكم قوي، طبق الفول ده هيعجبكم قوي. شايفين بقى الخلطه دي اتسبكت ازاي كده. مجرد بقى لما اتكتك كده وانا بحاول ايه اهرس الطماطم، بس انا مش بحب ايه. طب ما يعني ما تضربوش الطماطم في الخلاط ولا اي حاجه، قطعوها كده تبقى احلى. هنا بقى نزلت بكيس من الفول بقى. طبعا انتي لو بتعملي فول في البيت بتدمسيه طبعا هيبقى افضل. انا ساعات بدمسه بس في الوقت دوت ما كانش متوفر عندي يعني. هنا بقى جبت كنكه فيها بيض بقى وهسلق البيض عادي خالص علشان نعمل الاكله بتاعتنا اللي انا قلت لكم عليها. انا متهيألي الاكله ديت انا ما شفتهاش في قناه في اليوتيوب عملتها قبل كده. لو حد بقى فيكم كان بيعملها او عارفها او اي حاجه يكتب لي في الكومنتات اللي انتوا عارفينها او بتعملوها، لان انا كنت حاسه ان الاكله دي او كنت عارفه الاكله دي هي من اختراع جدتي يعني. هنا بقى زي ما انتوا شايفين هسيب الفول بقى لغايه لما ايه واحاول اهرسه كده، وانا ايه لغايه لما يغلي غلوه واحده. وبعدين هننزل ايه بشويه من الطحينه بس شويه حلوين يعني توصي يعني. هنزل نقول ب4 معالق كبار من الطحينه. وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه، وهجيب بقى ليمون وهجيب خل ايه وهحط بقى عصير ليمونه كامله وعصير ومعلقتين خل. عفوا. زي ما انتوا شايفين كده هقلب بقى الطحينه بالكلام ده وهرسه بالهراسه كده عشان الفول يبقى معايا ناعم وحلو. بعد كده بقى بعد ما حطيت الليمون والخل، هو طريقه الفول ديت هي اهم حاجه فيها. اكنك بتعملي سلطه طحينه. مش احنا بنفكها بخل وليمون
وبنحط لها كمون. هي كده هتزودي خل وليمون بعد الطحينه، بعد ما تحطي الطحينه على الفول، وبعدين هنحط شويه ميه كده عشان تخف معانا القوام، وخلاص على كده. انا حطيت ايه يعني، كان باقي قرن من الفلفل الحراق، حسيت اللي هو مش حراق كفايه يعني، واحنا بنحب الاكل سبايسي، فقمت ايه مكمله حته كمان. هسيبه بقى يغلي غلوه، وبعد لما يغلي كده هشوف بقى لو محتاج ملح اظبط، لو مش محتاج ملح خلاص على كده. هنزل بقى بحزمه من البقدونس كبيره كده، بقدونس او كزبره المتوفر عندك، وهقلبه بقى مع بعض كده، وخلاص على كده. شايفين بقى ان الفول ناعم ازاي وكريمي، بجد حلو قوي. ينفع تعملوه على الفطار، ينفع تعملوه على الغدا، على العشاء، اي حاجه. تعالوا بقى هنا نعمل بقى الخلطه بتاعه الطبق بتاعنا اللي هو ايه من اختراع جدتي ده. حطينا توم، وحطينا فلفل اخضر حار، وحطينا فلفل اللي هو الشطه الاحمر ده زي ما انتم شايفين، وهحط ليمون وخل وزيت. تمام. وحضرب بقى ايه، نشوف بقى التوابل اللي هحطها. هحط ملح، وهحط فلفل اسود، وهحط برضو ايه كمون. تمام. وهضرب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه في الكبه. وبعد كده بقى هجيب البطاطس اقشرها واقطعها حلق زي ما انتم شايفين. طبعا هي سخنه، انا هروح اغسلها عشان تبرد. جبت بقى الطبق اللي انا هعمل فيه ايه الطبق بتاعنا النهارده. هو الطبق بتاعنا عباره عن ايه؟ هو انا مش قادره اقول لكم هي الاكله اسمها ايه اصلا يعني، فاهميني؟ بس هي كانت بتعمل الطبق دوت، بجد كانت احلى اكله باكلها من ايديها يعني. البطاطس مسلوقه، وكمان صحيه. بطاطس مسلوقه بتقطعها حلق، وبعدين تجيب البنجر وتقطعه حلق، وتعمل طبقات زي ما انتوا شايفين انا هعمل دلوقتي. بتحط بقى طبقه من تحت بطاطس، وبعدين تقوم حاطه من فوق طبقه بنجر. بصوا تابعوا معايا بس. وبعدين في الاخر خالص تقوم ايه، بصوا زي ما انتوا شايفين انا حطيت الاول في ايه، في الطبق اللي ايه اللي هتقدم فيه على طول طبقه بطاطس مسلوقه من غير اي حاجه. انا يا دوبك سلقاها بشويه ملح بس. هنا بقى الخلطه اللي انا عملتها دي هحط معلقه في كل طبقه والتانية. يعني هحط بقى معلقه من الثوم بالخل بالفلفل كده، وبعدين هقوم جايبه طبق من البنجر اللي انتوا شايفينه ده مقطعاه حلق برضو، واقوم حاطه من فوق البطاطس. طبعا البنجر بيبهدل الدنيا، فهظبط بقى الطبق بتاعي كده. وبعد كده بقى هجيب هحط برضو طبقه تاني من الفلفل اللي هو ايه من الدقه بتاعته، يعني هنعتبر دوت الاساس ودي الدقه بتاعته. تمام. هقوم نازله كده بطبق معلقه من الخلطه. وده بقى البيض المسلوق، هبدأ بقى اقطعه كده حلق كده، واحطه فوق الطبق بتاعنا ده البيض. بصوا هي اكله مختلفه، بس والله طعمها حلو. ما تستغربوش البيض مع البنجر مع البطاطس يعني، يعني مش هيبقى فيها زفاية خالص، لان اصلا الخلطه اللي احنا بنحطها دي بتضيع اي حاجه، وطعمها حلو قوي. بتاخدي بقى كده شريحه البنجر مع شريحه البيض مع شريحه البطاطس، طعمها حلو قوي. وهنحط بقى بعد ما خلصنا بقى، نزلنا بقى بالدقه بالخلطه بتاعتنا كلها فوق البيض، وهحط بقى شويه زيت. واخدت معلقه من الخلطه بتاعتي على البابا غنوج، على البتنجان اللي انا قشرته. نسيت اقول لكم اللي انا خدت البتنجان قشرته وحطيت عليه 3 معالق من الطحين، واخدت معلقه من الخلطه اللي انا عملتها اللي هي الثوم بالفلفل بالليمون بالكمون بالحاجات دي، حطيتها على البابا غنوج. هنا بقى حطيت بقى فوق الطبق ده ايه بقدونس كده قطعته كده، وحطيت وقرن فلفل. هنا بقى نهرس بقى البابا غنوج كده ايه بالثوم. انا ما بحطش للبابا غنوج اي حاجه، انا بحب ازود له بس الطحينه عشان تاخدي سلطه بابا غنوج حلوه وفاتحه ومش غامقه. زودي طحينه وزيت زي ما انتوا شايفين كده. حطيت بقى الطحينه، وحطيت معلقه من الثوم على الفلفل الحراق دوت والليمون. هظبط بقى لو محتاجه ملح كده او خل، وهقلب كله مع بعضه وههرس. وبعدين هجيب فلفل رومي عادي هقطع منه ايه حته صغيره زي ما انتوا شايفين كده. هفضيه بقى كده خلاص في الطبق اللي هقدمه فيه، وهحط عليه بقى من فوق الوش لازم تغطيه بزيت عشان ما يسمرش منك. وده بقى شكل الاكله النهائي. وادي الفول، وقطعت خيار، وخلاص على كده. وفي بيض مسلوق طبعا عشان ابني بيحب البيض المسلوق، مش هياكل البيض بالبنجر ابدا. عايزه اقول لكم اللي كمان الاكله دي اللي بيعمل دايت حلوه قوي مفيده، فيها نشويات وفيها بروتين اللي هو البيض، وفيها بنجر اللي هو حديد. يعني ممكن تقللي بس نسبه الزيت، يعني ما فيهاش حاجه تانية. يعني ممكن تعمليه طبق كده لو انت بتعملي دايت، وفي نفس الوقت طبق مفيد جدا وتغيير على الاكل الدايت اللي احنا بنزهق منه يعني. وطبق الفول ده حكايه، والله بجد طعمه حلو جدا. وشايفين بقى البابا غنوج لونه فاتح ازاي. يلا اشوفكم في فيديو جديد.